تفاصيل الصفقة التبادلية للنادي الأهلي، طرد وكيل إمام عاشور وانفراجة في حسم الملف، مفاجأة خسارة الزمالك النهاردة أمام بروكسي بثلاثية، وقرارات نارية في النادي الأهلي ضد الوكلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، فيديو جديد، حلقة جديدة من نسر التحليل، تفاصيل أخبار جديدة في حلقتنا النهاردة، فتابع الحلقة للنهاية. ولكن كالعادة نبدأ حلقتنا، نبدأ كلامنا زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات. كمان ما تنساش لو انت أول مرة تنورنا انضم لعائلة نسر التحليل بالاشتراك بالقناة، شارك كمان جرس الإشعارات عشان دايما يوصلك إشعار بكل حلقاتنا وفيديوهاتنا الجديدة أول بأول. اللايك كمان مهم جدا، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات. تعالوا نبدأ حلقتنا سريعا من عند النادي الأهلي. مصدر بالأهلي: كاسم باشا بيحسم صفقة التعاقد مع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي اللي حصل على إذن بالسفر إلى تركيا من النادي الأهلي بعد استقرار الناديين على وضع بند نسبة 25% نسبة إعادة البيع للنادي الأهلي في المستقبل، وتم الاتفاق على 750 ألف دولار. دي قيمة الصفقة اللي هيحصل عليها النادي الأهلي. الزمالك النهاردة بيخسر من بروكسي بثلاثية مقابل هدف، والجدير بالذكر ان اللي خسر النهاردة النادي الزمالك بثلاثية هم نفس جماهير النادي ده اللي كانوا بيتريقوا وبيتخاروا على النادي الأهلي من ان هو خسر بضربات الجزاء من باتشوكا، ولا ان هو تعادل مباراة في كأس العالم من الأندية. النهاردة بيخسر قدام فريق غير معروف ومجهول بالنسبة للناس في مصر. تقارير تونسية: الترجي التونسي بيدخل في مفاوضات قوية للتعاقد مع بيتر شالويلي مهاجم سان داونز بعد رحيله رسميا عن الفريق الجنوب افريقي. مصدر بالأهلي: الأهلي ينتظر موقف خاسري بيرو من استمرار كاظم إبراهيم لاعب الفريق الأول من استمراره مع الفريق الأول في الموسم الجديد في ظل رغبة لجنة التخطيط في انتقاله لنادي دلفي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل. نادي دلفي للي ما يعرفش هو في زي توأمة ما بين الأهلي ودلفي، فيعتبر زي أكاديمية للنادي الأهلي، فلو اللاعب مش في حساباتنا يطلع ويشارك. ولكن لو كوكا خرج أعتقد أن ريبيرو هيتمسك باللاعب. تأكيدات من النادي الأهلي: سيغيب إمام عاشور عن النادي الأهلي في أول 3 مباريات، مش مباراة واحدة، أول 3 مباريات من بطولة الدوري بسبب استمرار برنامجه التأهيلي بعد جراحة الترقوة. تقارير: بيراميدز حسم صفقة زيكو جناح نادي زد بشكل رسمي بعد مفاوضات مباشرة ما بين الناديين خلال الأيام الماضية. زد كان طلب في البداية مقابل مالي كبير، ولكن تم الاتفاق النهائي على أنها تكون عن طريق صفقة تبادلية بيحصل فيها زد على لاعبين من بيراميدز بالإضافة لمبلغ مالي. نادي بيراميدز حتى الآن ما أعلنش مين اللعيبة اللي هتخرج من عنده هتروح لنادي زد، ولكن الموضوع في طريقه للحسم، وحتى الآن زيكو ما غادرش معسكر فريق زد، فالموضوع لسه لم يتم حسمه بشكل نهائي أو بنسبة 100%. مصدر مقرب من اللاعب مصطفى محمد بيوافق على الانتقال لنادي نيوم السعودي بعد توصله لاتفاق نهائي بيشمل تلبية جميع مطالبه المادية. اللاعب هيحصل على راتب سنوي يقدر ب5 مليون يورو، وهيحصل نادي نانت الفرنسي على 10 مليون يورو مع وجود بند إعادة البيع للاعب في خلال أول عامين في العقد. مصدر بالأهلي: زيزو، شناوي، بن رمضان، محمد هاني هم نجوم الإعلان لتيشيرت الأهلي الثالث للموسم الجديد، وبيتم تصوير حاليا الإعلان في مدينة العالمين. القاهرة 24: الأهلي بيحذر لاعبينه من التعامل مع وكيل اللاعبين آدم وطني، وبيتوعد كل مخالف من اللاعبين لقرارات النادي الأهلي بعقوبات قاسية. مصادر في النادي الأهلي: أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرار بعدم الاستغناء عن أي لاعب من الأعمدة الأساسية مهما كانت قيمة العرض أو الجهة المقدمة لهذا العرض، سواء من الدوري الفرنسي، السعودي، القطري، الإماراتي وغيره، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الفني خلال الموسم الجديد. تقارير: في تطور جديد. أبدى نادي بيراميدز رغبته في التعاقد مع أحمد عبد القادر، وكان الرد من جانب النادي الأهلي واضح: ارسلوا عرض رسمي. في حالة وجود عرض رسمي بيصل إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، الرد هيكون موجود من جانب إدارة النادي الأهلي. والمصادر بتشير إن الأهلي عايز يعمل صفقة تبادلية. الأسماء اللي الأهلي مهتم بيها بشكل عام في نادي بيراميدز: محمود صابر، فيستون ميلي، أسامة جلال. 3 لعيبة الأهلي مهتم بيهم. صعب قوي انك انت تعمل صفقة عبد القادر مكان فيستون ميلي عشان ما نضحكش على بعض. أسامة جلال مش سهلة برضو. ممكن يكون محمود صابر هو أقرب اللعيبة اللي ممكن يكون فعلا في صفقة
بادوليه ده لعيب خارج الحسابات هنا وده لعيب خارج الحسابات هنا، فعادي انك تعمل صفقه تبادليه. ولكن باكد لك للمره الثانيه فيستون مايلي لو ما خرجش من بيراميدز دلوقتي في الانتقالات الحاليه، فانت في يناير عادي جدا تقدر تخلص فيستون مايلي وتشتريه، مش تشتريه، تاخد توقيعه، لانه هيكون لعيب فري ويقدر يمضي لاي نادي. وده الصداع وده الخبر اللي هيكون صاحب الجدل الايام الجايه، وتحديدا لو فيستون مايلي كمل في بيراميدز. مصادر في الأهلي: اتخذ النادي الأهلي قرار رسمي بمنع التعامل مع سمسار أدم وطني ومنع دخوله من النادي أو التعامل معاه نهائيا، وذلك بعد محاولاته للضغط على إدارة الأهلي لتمرير صفقة انتقال محمد عبد الله للنادي الهافر الفرنسي. الغريب إن إدارة النادي الفرنسي نفت علمها أصلا بالصفقة، مما كشف إن على ما يبدو في تلاعب فالنادي الأهلي حتى الآن بقراره بعدم التعامل معاه. الجديد بقى إن أحمد يحيى وكيل أكتر من حوالي 10 لعيبة في النادي الأهلي، أبرزهم لعيب زي ليو ديانج، إمام عاشور، بيواجه هو الآخر نفس التهديد بالإبعاد التام عن أي أمور تخص أي لاعب ليه علاقة بيه في النادي الأهلي. والأهلي بيدرس أيضا عدم السماح ليه بحضور أي جلسات تجديد عقود لاعبين بعد ثبوت تسريبه للي بيحصل في الجلسات لوسائل الإعلام. انفراجة في ملف إمام عاشور: مصادر في النادي الأهلي بتؤكد إن النادي الأهلي أنهى كافة الرتوش الأخيرة لعقد إمام عاشور، وإنه هيكون موجود في الفئة الأولى المميزة اللي بتشمل لعيبة زي تريزيجيه، زيزو، شناوي، براتب سنوي هيكون حوالي 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى إدراجه في فئة الإعلانات بجانب ديانج كمان. والأهلي اشترط، أو اللاعب نفسه اشترط على النادي الأهلي إن هو يكون موجود في الفئة دي، والأهلي وافق على الأمر ده. ويقال إن الأهلي حسم كل حاجة مع إمام نفسه بدون حضور لوكيل إمام أحمد يحيى في الموضوع. وخلينا نستنى ونشوف اللي هيحصل الفترة الجاية في قصة الوكلاء. يمكن ده الصداع دلوقتي اللي موجود في النادي الأهلي، صداع وكلاء اللاعبين وسط مصر، هو الصداع الأكبر والأزمة، او مش عايز اقول الازمه، هو ده الموضوع الاهم في النادي الاهلي، خصوصا ان انت عندك اكتر من لاعب. انت مش هقول مش هيمشوا، في لاعيبه هتمشي زي ديانج او يقدروا يمشوا زي ديانج، فاضل له سنه والسنه دي الموسم الاخير ليه، ولكن في لاعيبه تانية انت عايز تمدد عقودها، عايز تخلي فيه الى حد ما توازن في الفرقه. اللعيب المميز ما يكونش بعيد قوي على اللعيب لسه جاي جديد مميز برضه، خلينا نقول امام عاشور يعني تحديدا، وديانج برضه انت ديانج عايز تعدل له العقد، وثانيا عايز تخلي الرقم اللي بيحصل عليه ديانج رقم محترم، لان على فكره ديانج بياخد ارقام بالنسبه للارقام اللي بتدفع دلوقتي للاعبين، ارقام ممكن تكون اقل من لعيبه مصريه بتاخدها في الفرقه، فانت برضو مهتم قوي بموضوع ديانج. والاهلي الفتره اللي فاتت بناء على كل اللي حصل، سواء ادم وطني بقى وموضوعه، سواء احمد يحيى او اي وكيل سرب اخبار وطلع الاخبار والتفاصيل الجلسات لوسائل الاعلام، كان القرار ان الفتره الجايه على ما يبدو كده ان اي لعيب هيمدد الاهلي هيقعد مع اللعيب نفسه شكرا. ده اللي بنسبه كبيره هيحصل الفتره الجايه في النادي الاهلي لانهاء حاله الفوضى اللي شفناها على مدار الايام اللي فاتت. على العموم دي كانت حلقتنا، نتقابل باذن الله في حلقات واخبار تانية. كان معاكم نسر التحليل، سلام.